إلى قلبها، دخلت إلى قلوب التونسيين لأنها اختارت بكل عفوية ومن غير حسابات أن يبقى العلم التونسي مرفرفا. خولة الطالبة في الماجستير شعبة فرنسية تستعيد اليوم حادثة إنزال العلم. حادثة تبعها طلع معناها حب يحط الدرابو نتاعهم هذاك، اما معناتها اغتنم زاد الفرصه ميم طون باش ينحي معناتها علم تونس ويحط في بلاصته العلم نتاعهم الرايه نتاعهم. غضبت، تغششت معناها، والاحساس هذاك كان اكثر من كل شيء غضب، معناها تغششت بالكدا كيما الناس كلها بدات تتزفر، لكن لما نتجرأ باش يطلع وما عملتش هذه معناها لا بفخره لا حط شيء، معناها مانيش نتباهى قدام العباد، كان معناها كانت ردة فعل معناها تلقائيه، تصرفت معناها كيما يلزم اي عبد يتصرف، كيما كنت نجم نكون انا، كيما كان ينجم يكون اي معناها اي طالب ولا اي مواطن تونسي يعمل كيف ما عملت معناها. خولة الرشيدي تروي ما حدث بكل تواضع ووضوح في الرؤية. هي ليست ممن يريد الاستثمار في موقف، هي أصلا لا تعتبر نفسها بطلة ولكنها كذلك. بنا حق تسكر علم بلادك، بنا حق تنحيه، لفه نحاه كيف ما يجيش. كي غضبت طلعت وقلت لها نفس الكلام اللي كنت نقول فيه تو، يا سيد بنا حق تمس في درابو تونس، كي تحب حط درابوك بحذاه، اما ما تنحيش ما تمسش علم بلادك، بنا حق. خولة في عيونها كثير من الألم أخفته رغما عنها ألم مما حدث، وألم ينطق به لسان كل تونسي ينبذ العنف ويرغب أن يبقى العلم موحدا للجميع. يا اخي معناتها تغشش وهزني هكا بيديه الزوز ونفضني على القاع كيما توراها معناها الفيديو، ومالغري هذاك الكل عاودت معناتها وقفت من جديد وعاودت حبيت نحاول، لكن هو معناتها في محاولتي الثانية فما قطعة خشب معاه في اللوطة طويلة هزها وحب معناتها هو يمنعني اني نزيد، كان نتجرأ ونقرب شوي. دموع رافقت سرد خولة الرشيدي لما حدث، دموع تنبذ العنف ولا تفهم معنى أن ينزل علم نباهي به ويباهي بنا.